ما تقراش عن قصص النجاح، لكن اصنع قصتك بنفسك. يلا بينا نصنع قصتنا بنفسنا. فريق خدمة جامعة جنوب الوادي. اهلا بكم. اعرفكم بنفسي، انا اسمي ندى عابدين، عندي 22 سنه. الاصل احنا طالبين 800,000 جنيه. النهارده هتكلم معاكم عن مشكله بتواجه معظم البيوت المصريه، مشكله الفنيين. مين فينا فيش حاجه عطلت عنده في البيت واخد وقته ومجهود كبير عامل يلاقي فن كويس؟ بجانب كده ان في فنيين كويسين في السوق مش عارفين يسوقوا لنفسهم. احنا في خدمه وفرنا ويب سايت يقدر يساعدك ان انت تلاقي الفن اللي انت محتاجه بسهوله ويوفر عليك وقت ومجهود، وكمان يوفر فرص عمل زياده للشباب. الماركت سايز يقدر بحوالي 20 مليار جنيه. احنا مستهدفين في البدايه منطقه الصعيد ب 5 مليار جنيه. هدفنا في اول سنتين ان احنا نستهدف 3 محافظات، محافظه قنا والاقصر والغردقه، بمعدل 500 مليون جنيه. ده جزء من الويب سايت بتاعنا. الكومبيتيشن حاليا دلوقتي موجود معانا كومبيتيشن واحد في الصعيد هو صلح لي. احنا بنحاول نتميز عنه عن طريق ان احنا السيرفيس بتاعتنا بنقدمها بكواليتي كويسه، بسرعه عاليه جدا. في حوالي 30 دقيقه يكون الفني موجود عندك. كمان ان احنا بدانا ان احنا نضيف خدمات تانية، من ضمنها خدمات الكلين سيرفيس وخدمات التنظيف وخدمات نقل العفش. الحاجات دي كلها مش موجوده عند الكمبيوتر بتاعنا. الجو تو ماركت، احنا اولا بنستهدف اصحاب البيوت اللي سنهم بيتراوح من 25 سنه لحد 55، بنستهدفهم عن طريق الاوفلاين ماركت والاونلاين ماركت. بدانا في برضو سوق تاني هو البي تو بي. بدانا ان احنا ننزل في محافظه قنا ونعمل تعاقد مع المطاعم الموجوده والشركات الموجوده في محافظه قنا. بالفعل احنا عملنا تعاقد مع اكتر من مطعم. الريفينيو، احنا معانا مصدر الريفينيو. احنا اول حاجه بناخد كوميشن 25% من كل اوردر بيتعمل من خلال الويب سايت بتاعنا. لحد دلوقتي احنا عاملين اكتر من 300 اوردر داخل محافظه قنا بريفينيو يتعدى 30,000 جنيه. المصدر الثاني ان احنا بدانا ندي تريننج للشباب بحيث ان هم يتعلموا صنعه معينه تبقى مصدر دخل ليهم. حاليا دلوقتي احنا ضربنا اكتر من 20 طالب في مجال التبريد والتكييف بريفينيو يتعدى 20,000 جنيه. الاسك احنا طالبين 800,000 جنيه خلال 18 شهر الجايين. هدفنا ان احنا نتوسع في محافظه مجاوره لينا هي محافظه الاقصر، لان فيها جاب يعني كبيره جدا. هدفنا برضه ان احنا نوصل في محافظه جنة ومحافظه الاقصر لاكثر من 10,000 اوردر بريفينيو يتعدى 1,100,000 جنيه. وكمان ان احنا ندرب اكثر من 100 طالب. التيم، انا اسمي ندى عابدين، خبره سنتين في مجال البيزنس ديفلوبمنت، وزميلي عبد الرحمن خبره سنتين في مجال الويب ديزاينر. ده جزء من اوردراتنا، والصور من تحت دي جزء من تدريبات اثناء العملي. وشكرا لكم. تقدروا تتابعونا على صفحتنا وعلى الويب سايت بتاعنا. استاذن اضيف زميلي معايا في التيم. طيب، اولا انا سعيده بان ان الستارت اب بتاعتكم او الاب بتاعتكم شغاله في الصعيد ومركزه على الصعيد، يعني كاول ماركت ليها. اوكي، يمكن دي اكبر ميزه موجوده عندكم. بس انا عندي سؤال. الطبيعي ان انا لما بجيب سباك، نجار، بسأل حد جاري، حد صديقي، مين يعرفه يكون موثوق فيه ويديني عنه ريفيو كويس. انتوا ازاي بتتخطوا الموضوع ده او الثقافه دي في الاب بتاعتكم؟ احنا اول حاجه الفن اللي احنا بيتضاف معانا في التيم. احنا حاليا دلوقتي معانا اكتر من 50 فني في معظم المهن. اي فني بيتضاف معانا بيتعمل مجابلتين. المجابله اول حاجه، احنا بنسمع عن الفنيين ان هم اخلاقهم مش كويسه والحاجات دي كلها. في فنيين ده بيدخل بيت، فاحنا لازم الفن اللي احنا نختاره يكون لاخلاقيا كويس. فاحنا بنعمل له اختبارين. اول حاجه اختبار اخلاقيا، تاني حاجه اختبار مهنيا، بحيث ان احنا بنجيب حاجه اسمها سوبرفايزر اكبر منه في المهنه نفسها، ويقعد يتكلم معاه ويفهم هو صح فاهم في المهنه بتاعته ولا لا. طب انا هكمل على السؤال. اكيد انتوا عايزين تسكيل اب، عايزين تكبروا الاب بتاعكم، عايزين توصلوا القاهره واسكندريه وتوصلوا لكل مكان. هل هتفضلوا تعملوا الانترفيوز دي وتقابلوا الناس وتقيموها، ولا ممكن اغششكم ان انتوا تعملوا سيستم للريفيوز على الاب، ويبقى الريفيوز اللي على الاب زي ما بيحصل مثلا في حجز الفنادق والهوسبيتاليتي، الابس بتاع حجز الفنادق انت بتخش تشوف الريفيوز اللي موجوده على الاب وبناء عليه بتقرر. فهل انتوا هتعملوا سيستم كده عشان تقدروا تكبروا؟ هو الويب سايت فيه جزئيه اللي انت تقدر تقيم الصنايعي او الفني اللي انت جايبه. ما فكرتوش ان انتوا مثلا تستخدموا تكنولوجي ادفانس شويه زي الاي اي مثلا، ان هي تعمل ماتشنج، تشوف مثلا محافظه معينه، منطقه معينه فيها الصنايعيه دي وايه الخدمات، وهل هم ممكن يروحوا حته تانية، وايه الحتت القريبه؟ يعني في حاجات كتير قوي ممكن التكنولوجيا تساعدك فيها، ان انت تقدري توفري كمان في عدد الصنايعيه اللي موجودين فين وتستخدميهم وتوزعيهم ازاي. فكرتوا في حاجه زي كده؟ فكرنا. حاليا برضه شغالين على الابلكيشن
عشان يبقى معانا ويب سايت ويبقى معانا ابلكيشن. برضو بنحاول نشتغل على ان برضو الفئه المستهدفه ان هي مش بتحب تكتب كتير، بتكتب بصعوبه على الموبايل. فاحنا فكرنا ان احنا ويمليه ريكورد أيوة. او تسجيل صوتي. فاحنا فكرنا في الموضوع ده وهنضيفه. طيب تحديدا لقيمه الكوميشن اللي انتوا بتاخدوه اللي هو ال 25%، ده يتم تحديده على اساس ايه؟ على اساس اسعار يتم اقتراحها بالصنايعي ولا بعد ما الشغلانه تنتهي؟ احنا عملنا دراسه للسوق. يعني مثلا احنا عندنا في الصعيد تنظيف مثلا حاجه زي كده بكام، او صيانه حاجه زي كده بكام، عملنا اسعار ثابته. فاحنا عارفين ان احنا السعر ده هناخد منه كوميشن 25%. بنقوله للعميل قبل ما نروح له بحيث وهو مناسب معاه او لا. سامح ان ولا اوت؟ ان ب 200,000. 200,000. هاني؟ ان ب 200,000 بس في نقطة مهمة قوي تخلي بالكم ما منها. هو 200,000 هي جملة، مش لا. هتقول أكتر من كده. لا جملتين كل 100 بجملة. فكرة إن يبقى الدعم اللي طالبينه علشان المرتبات ده مش بيبقى حاصل، أو مش بيبقى حد مهتم قوي إن هو يدعم ستارت اب في المرحلة الأولى بالمرتبات. أنا أظن أنتوا هتحتاجين فلوس يمكن أكتر كمان من اللي أنتوا طالبينه في التطوير بتاع الآب نفسها وكده، وفعلا في تدريب الفنيين موافقين عشان ده مشروط، هنا في دعم لا مشروط. اوكي موافق، هو عنده حق في ده. تمام. ميرنا؟ استنى انا بحسب بس انا صرفت لا لسه معاكي فلوس، لسه معاكي. افلست ميرنا في الطلعه انا يا عم مفلسه. صحابي لسه هسلفك ما تقلقش. ماشي. انا طبعا 200,000. هبه؟ ان ب 200. شلبي؟ لا انا عاجبني طبعا الموضوع، وهيخلقوا فرص عمل كتيره بطريقه منظمه. شريحه كبيره جدا، شريحه الفنيين والمهنيين دي شريحه كبيره جدا، وهتعملوا تنظيم لسوق العمل وتنظيم للاسعار، فانتوا عاملين كذا حاجه مع بعض. فانا ان بال 200,000 الاخرانيه اللي فاضله خلاص. لا أم إن انا بال 200,000 استلفت اللي فاضلة. فلوس خلاص. هو انا اولا فرحت ان انا اخدت طبعا المليون جنيه. تاني حاجه هم فعليا كان عندهم رؤيه تانية ان انا لازم اتوسع ولازم اضيف حاجات تانية، فعشان كده ادوني يعني ازيد شويه من اللي انا طالبه. ألف مبروك فريق خدمة جامع جنوب الوادي، مليون جنيه دعم من جين زي. مبروك، اتفضل.